تعودنا مع حضراتكم اننا بنقول لكم كل المشاريع الجديدة اللي بتحصل حوالينا في محافظة اسكندرية، وحضراتكم اتعودتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل مننا. علشان كده النهاردة هنقول لحضراتكم مشروع جديد بيتم تنفيذه دلوقتي، لسه محدش اتكلم عنه. معلومات كتير جدا هتعرفوها بس والأول مرة من الحلقة دي. علشان كده ركزوا معايا جدا، هقول لكم الاعمال اللي بيتم تنفيذها وحضراتكم شايفينها دلوقتي في الصورة فين مكانها بالظبط، ايه اللي بيتم فيها واسبابها ايه. كل ده هنتكلم فيه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد بيحصل في محافظة اسكندرية. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. تقوية البنية التحتية لشبكات الخدمات أمر مهم جدا، وخصوصا لما يكون في منطقة قريبة جدا من مشروع قومي كبير، ومتوقع بعد تنفيذ المشروع ده زيادة الحاجة للخدمات زي الكهرباء والمية والصرف الصحي. ما بالك بقى ان يكون المشروع ده تطوير ورفع كفاءة لمينا موجودة، لا والاكتر من كده ضم مساحة ليها اللي هيتم انشائها في مينا الماكس. الاعمال اللي بيتم تنفيذها وباينة قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة هي تطوير ورفع كفاءة لشبكة الكهرباء. بيتم تغيير الكابلات اللي موجودة بكابلات تانية اكبر تستحمل جهد اعلى، وبتتم الأعمال بداية من منطقة خفاجة في شارع الماكس ناحية شارع القفال وشارع الشيخ طومان، وبتمتد لحد منطقة الدخيلة نواحي المحكمة. بيتم تغيير الكابلات في الاتجاهين، وفي بعض الأماكن كمان ناحية الماكس بيكون الحواجز دي طالعة بعد الجزيرة جوه الشارع، والأماكن دي بيكون متوقع يتم عمل فيها غرف للصيانة والإصلاح خاصة بشبكة الكهرباء. كمان السور الخرساني اللي قدام حضراتكم ده سور جديد للمينا تم إنشاؤه في وقت قريب، وبيتم استكماله بعد ما تم ضم بعض الأماكن التابعة لهيئة المينا داخل سور المينا للحفاظ عليها وحمايتها. وقدام منطقة خفاجة وناحية قهوة البيبس لو حضراتكم تفتكروها معايا زمان بيتم إنشاء محول كهربائي، وده علشان يتناسب مع الأعمال اللي بيتم تنفيذها دلوقتي وتعلية الجهد، وهيتم استخدامه في نفس المجال. وكمان أعمال التطوير اللي بتتم على شبكة الكهرباء اللي قلنا لحضراتكم عليها أكيد هيستفاد منها المنطقة كلها ومناطق من غرب اسكندرية. بنحاول نتابع مع حضراتكم كل جديد في محافظة اسكندرية، وكل ما بيكون في حاجة جديدة حوالينا بنحاول نوصل للمعلومة علشان حضراتكم تتابعوا معانا كل جديد، وكمان علشان نوصل لحضراتكم دور الدولة ورؤية القيادة السياسية في تطوير حياتنا للأفضل. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا معانا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية وفي وقت حدوثه وقبل أي حد، أرجوكم دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.